بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في الفيديو التاني من سلسلة تعلم أساسيات تصميم شبكات ري اللاندسكيب. هنتكلم عن تصميم شبكات الري بالرش وتحديدا اختيار نوع الرشاش. أنا معاكم مهندس محمد حسن، وبقولك لو عايز تعرف ازاي تقرأ كتالوج تابع للنهاية. هنيجي نتكلم عن اختيار نوع الرشاش، وهنتكلم على القياسات او الارقام المهمة داخل الكتالوج اللي هتعامل معاها عشان اختار نوع الرشاش. وعندي اول جزء هو المدى بتاع الرشاش او نص القطر اللي هيبتدي الرشاش هيشتغل ويدي قطرات المياه من خلال هذا المدى. تاني حاجة التصرف والضغط المتوفر عند المصدر بيحدد لي اختيار نوع الرشاش، وبيتم اختيار الرشاش اللي الضغط بتاعه قريب من التصرف او ضغط المصدر. تالت حاجة الظروف المناخية، وهنا لما بيبقى عندي سرعة رياح عالية ممكن اختار رشاش معين، ولو سرعة الرياح منخفضة بختار رشاش مختلف تماما. وايضا شكل المسطح ومعدلات التساقط من ضمن الارقام المهمة، وخصوصا معدل التساقط لانه بيحدد لي زمن الري. عندي انواع مختلفة من الرشاشات. هنتعرض للرشاش السبراي والرشاش الروتور والرشاش الام بي روتيتور. لو جينا بصينا على الرشاش السبراي فهو من مميزاته ان هو بيستخدم في المساحات ذات الابعاد الهندسية الصغيرة من 1 إلى 5 متر. اما عن زمن تشغيل الرشاش فهو بيبقى في حدود 15 دقيقة فقط، ومقاوم نسبيا للرياح طبعا لان القطرات بتاعته بتبقى كبيرة نسبيا فما بتتأثرش بالرياح بسهولة، ومعدل تصرفه يعتبر عالي يصل الى 8 متر مكعب على الساعة. ثم بعد ذلك الرشاش الروتور من مميزاته انه في الابعاد الهندسية الكبيرة بيصلح جدا، والمدى بتاعه من 6 إلى 10 متر، وفي بعض الاحيان بيزيد المدى لغاية 25 متر واكتر. زمن تشغيل الرشاش من 45 دقيقة الى 60 دقيقة، ويحتاج الى ضغوط اعلى من الرشاش السبراي. بعد كده عندي الرشاش الام بي روتيتور. من مميزاته الرئيسية انه مقاوم للرياح لانه بيخرج المية على هيئة اشعة. الاشعة دي بتكون اشعة دوارة، والقطرات حجمها كبير نسبيا، وبالتالي لا يسهل انجرافه مع الرياح. ويستخدم في المساحات الهندسية الصغيرة والكبيرة، حيث ان الرينج بتاعه من 4 ل 10 متر، والتصرف بتاعه صغير من 1/10 إلى 2/10 متر مكعب على الساعة، وزمن التشغيل في حدود 60 دقيقة. تعالوا هنا بقى نبص على كتالوج شركة هانتر، وهي نبص بالتحديد على اول نوع من انواع الرشاشات هو الرشاش السبراي. ولو جينا بصينا هنا ده شكل النوزل او الفونيا. الفونيا دي بتركب على جسم الرشاش. جسم الرشاش ثابت ما بيتغيرش، لكن الفونيا هنا بتركب بألوظ على جسم الرشاش. الفواني دي ليها اقطار مختلفة والوان مختلفة، كل لون بيدي قطر مختلف، والزاوية بتاعة ضبط عملية الرش من 0 إلى 360 درجة. تعالوا نبص على تفاصيل الكتالوج. لو اتحركنا هنا احنا شايفين عندي هنا في نوزل 4A. النوزل دي لونها اخضر. نوزل 6A سماوي. 8 بني. نوزل 10 باللون الاحمر، لغاية ما نوصل الى النوزل 17 باللون الرمادي. كل لون من دول بيدي مدى مختلف. زي ما انتوا شايفين نوزل 4 بتدي متوسط 1.2 متر،
ثم اقصى طول بتاعي يوصل عند نزل 17.5 وده شكل الرشاش وهو شغال وبيطلع قطرات المية. حركة النزل الجزء الملون ده بقدر احركه في اتجاه وعكس اتجاه عقارب الساعة للتحكم في الزاوية. طيب تعالوا نبص بقى على الجداول ونبص ازاي هقرا الكتالوج. الكتالوج عندي بيبقى عندي اول صف بيبقى فيه رقم النزل، عندي هنا 4A 6A 8A. لو نلاحظ ان لون النزل هنا هو محدد لي اللون بحيث يسهل عملية قراءة البيانات. هنا اللون السماوي برضو محدد لي اللون السماوي وهكذا. طيب تعالوا نبص بقى على الكولمز او الاعمدة. عندي اول عمود ده بيحدد زاوية الرش من كام، من اول 45 درجة لغاية 360 درجة دايرة كاملة، 270 لو هفتح 3/4 دايرة، 180 لو نص دايرة، 90 لو ربع دايرة. طيب الكولم التاني عندي في الضغط عندي قايسه بالبار او بالكيلو باسكال، وطبعا الوحدة الشائعة وبنشتغل بيها هي عبارة عن البار. وضغط التشغيل الامثل هو 2.1 بار، ده في الرشاش السبراي. طيب تعالوا نبص بعد كده على الكولم بعد كده. الراديوس بتاعي عند الفونيا 4 1.2. لو جينا بصينا عند الفونيا 6 1.8. لو جينا بصينا عند الفونيا 8 2.4 عند نفس الضغط. طيب وارد ان ضغط المصدر مثلا يقول لي ضغط المصدر عندي 2.5 بار، هاجي اختار من الكتالوج 2.5 بار؟ لا طبعا الاجابة هتكون لا، لان انا عندي في فواقد هتقابل المية في المسار بتاعي من المصدر لغاية ابعد رشاش، وبالتالي انا بصمم على ضغط اقل من المصدر، وبحيث بعد ما تحصل كل الفواقد يوصل الضغط مناسب للرشاش ويديني المدى اللي موجود في الكتالوج. طيب الكولم اللي بعد كده عندي عبارة عن الفلو بتاعي سواء بالمتر مكعب على الساعة او باللتر على المينت. وعندي انا هنا بحسب التصرفات بتاعتي. لو انا مستخدم مثلا 4 رشاش فونيا 4 عند ربع دايرة، هاجي هنا يبقى انا عندي التصرف بتاع الفونيا الواحدة 5 متر مكعب ساعة، يبقى ال4 تصرفهم 5 في 4 هيديني 2 متر مكعب ساعة. طيب لو انا مستخدم مثلا 2 نزل 6 وعند نص دايرة، فهاجي هنا عند الفلو بتاعي وانزل عند النص دايرة عند ضغط التشغيل اللي انا شغال عليه، ونفترض ان هو هيبقى 2.1 بار، فهلاقي ان عندي هنا التصرف بتاعي ب13 متر مكعب ساعة. لو جيت بصيت على نزل 8 نفس الكلام، هنلاقي التصرفات بتاعتي بتزيد. نلاحظ ان كل ما زاد المدى كل ما التصرف بتاعي بيحصل فيه ايه، بيحصل فيه زيادة. وناخد بالنا من العلاقات دي بحيث ابقى فاهم علاقة المدى بالتصرف وعلاقة المدى بمعدلات التساقط. طيب معدلات التساقط هي اللي بتحدد لي زمن الري. فين معدلات التساقط؟ البريسبتيشن ريت عندي هنا لو الرشاشات متوزعة على رؤوس مربعات، وهنا لو متوزعة على رؤوس مثلثات. رؤوس مربعات هنلاقي الفونيا 4 عندي معدل التساقط 167 مليمتر على الساعة. ولما باجي احسب زمن الري بقول احتياجات النجيلة على معدل التساقط، احتياجات النجيلة بالمليمتر على اليوم ومعدل التساقط بالمليمتر على الساعة، وبالتالي حاصل او ناتج القسمة بيديني زمن الري بالساعة، واقدر اضرب في 60 عشان احوله للدقايق. طيب انا كده شفت الثلاث فواني دي. طب لو نزلت كمان هلاقي الفواني 3 فواني اللي بعد كده 10 و12 و15. هنا الراديوس بتاعي 3 متر، 3.7، 4 و6.
وهنلاحظ ان التصرف بتاعي فعلا زاد مع زيادة رقم الفونيا، وبيزيد بالتدريج مع زيادة رقم الفونيا من 10 إلى 15، ومعدلات التساقط بتاعتي عند نفس الزاوية أو عند نفس الفونيا ثابتة مع اختلاف الزوايا. برضو ناخد بالنا ما بين العلاقات دي، البريسبتيشن ريت ثابت مع اختلاف الزوايا في الرشاش السبراي. طيب عندنا ايه اخر مدى هو 17 ايه. تعالوا نبص هنا كده على الزوايا. عند زاوية 90 درجة كان التصرف 27%، عند 180 53%، عند 270 كان 8/10، عند 360 كان 1 متر مكعب و7%. ممكن احنا عشان نسهل الحسابات فيما بعد في حسابات التوتال فلو بتاعة القطع، عشان نحسب عدد المحابس، لو جيت قسمت الدايرة الكاملة دي على 2 تقريبا هتديني نفس الرقم بتاع 180. لو قسمته على 2 هيديني نفس الرقم بتاع 90. ده تسهيلا للحسابات. طبعا معدل التساقط هنا 39، هتلاقي 39 ثابت مع كل الزوايا عند الضغط التشغيل الأمثل. تعالوا بقى نبص على نوع رشاش جديد، وهو الرشاش الMB روتيتور. ده كله الجزء ده خاص بالرشاش السبراي ومواصفات الرشاش. ادي الMB روتيتور. هنبدأ نبص من اول الكتالوج، من اول القسم بتاع الMB روتيتور. واحنا قلنا ان الMB روتيتور من مميزاته انه مقاوم للرياح. طيب ادي الMB روتيتور، وادي دي صورة من الكتالوج لشكل الرشاش وهو شغال. طبعا احنا قلنا من شوية ان من ميزته ان هو بيطلع المياه على هيئة اشعة، والاشعة دي كمان مش ثابتة، لا الراس الفونيا نفسها بتدور والاشعة دي بتدور، وبالتالي بيدي منظر جمالي جميل جدا، الى جانب انه مقاوم للرياح. تعالوا نبص بقى كده في تفاصيل الكتالوج بتاع الMB روتيتور. هنا الفونيا عن قرب، دي الفونيا في الوضع عدم تشغيل المية. اول ما بتشتغل المية بيبتدي الضغط يرفع الفونيا، بتبقى بالشكل ده كده، وحركة المية تبتدي تسبب دوران الجزء العلوي، وبالتالي بتطلع المية على هيئة مجموعة من الأشعة، والأشعة دي بتدور. الجزء المعدني الفضي ده هو ده اللي من خلاله بتحكم في الفونيا ان هي تديني زوايا مختلفة. طيب الرشاش ده معدل التساقط بتاعه منخفض، وبالتالي زمن الري بتاعه زيادة شوية عن السبراي. لو السبراي بياخد ربع ساعة، فده ممكن ياخد ساعة الا ربع، وممكن يوصل لغاية الساعة. ده طبعا جسم الرشاش، كل ده بيبقى غاطس تحت الارض، والجزء ده الرايزر ده بيبتدي ضغط المياه يرفعه، والفونيا تبتدي تشتغل زي ما قلنا سابقا. تعالوا نبص بقى على الفواني. عندي رشاش الفونيا MB 1000 وMB 2000 وMB 3000، وعندي هنا MB 3500. الMB 1000 الراديوس بتاعها عند ضغط التشغيل الامثل، وهنا ضغط التشغيل الامثل 2.8 بار، فهتلاقي الراديوس 4 متر، في حين ان الMB 2000 6.1، وال 3000 9.1، وعندي ال 3500 لو بصينا عليه هنا هنلاقيه 10.7 متر. طبعا البريسبتيشن هنا اقل بكتير. لو فاكرين السبراي كان البريسبتيشن بتاعي بيبقى في حدود 40 او 50 مليمتر على الساعة، لا هنا 10 بس، وده بيديني زمن ري اكبر، لان من كمية المياه اللي بتنزل على وحدة المساحة خلال الزمن اقل بكتير. طيب برضو نفس الكلام، تقسيم الجدول زي السبراي تماما. عندي هنا الفلو بتاعي بيتحدد
من الكتالوج بنفس طريقة الحسابات اللي احنا بنشتغل بيها. طيب هنا بقى هنتكلم عن الرشاشات الروتورز وبيندرج تحتيهم موديلات كتيرة جدا، ومن اهمهم البي جي بي والبي جي جي. الرشاش الروتور مشهور جدا استخدامه في الملاعب كرة القدم، بيدي مدى عالي وبالتالي ده اللي اداله الصلاحية انه يشتغل في ملاعب كرة القدم. الرشاش الروتور او البي جي بي او البي جي جي هو مش بيدي مدى في جميع الاتجاهات 360 درجة، ولكن هو عبارة عن جت مية واحد بيبتدي يوزع في اتجاه معين، ومن خلال ضغط المية وحركة المية في مجموعة من التروس بتبتدي تتحرك، فتخلي الفونيا نفسها او راس الرشاش هي كلها اللي تتحرك، وبالتالي الجت ده بيوزع في جميع الاتجاهات من 0 إلى 360 درجة. فده بالنسبة للرشاش الروتور. طيب تعالوا نبص كده على جدول البيانات بتاع الرشاش البي جي بي. هنلاقي فيه نوزلز كتيرة جدا. هو الرشاش ده عبارة عن راس الرشاش، وهنا دي الفونيا بتركب وبيبتدي المية بتخرج على هيئة جيت واحد، وكل راس الرشاش دي بتبتدي تلف كلها على حسب ما بقدر او بحتاج اظبطها من 0 الى 360 درجة. لو بصينا في الجدول هنا هنلاقي برضو النوزل واخدة الوان، وفي نفس الوقت واخدة ارقام 1.5 2 2.5 3 لحد 8. لما باجي اشتري الرشاش ده بيجي معاه كل رشاش بيجي معاه 8 نوزلز كاملين، وتدريجهم من اول 1.5 لغاية 8. طيب ليه كل رشاش بيجي معاه النوزلز دي؟ لان معدلات التساقط عند كل نوزل مختلفة، وعند كل زاوية كمان مختلفة، على عكس مكان في السبراي والامبي روتيتور، وبالتالي بحتاج اغير رقم الفونيا مع اختلاف زاوية الرش، بحيث ان يكون معدل التساقط في الاخر هو 1، وبالتالي ازمنة الري ثابتة على المساحة بتاعة المسطح الاخضر بالكامل. طبعا الجدول خلاص احنا اعتدنا على شكله. عندي عمود في رقم النوزل، بس هنا في الروتور مفيش زوايا، وعندي عمود في البريجر، وهنا الضغط بيتراوح من اول 1.7 لغاية 4.5، وده طبعا واضح ان احنا قلنا بيحتاج ضغوط اعلى من السبراي والامبي روتيتور، وهو اعلاهم على الاطلاق. ضغط التشغيل الامثل هيبقى في حدود 3 بار، والراديوس بتاعي في حدود 9.8 للفونيا 1.5، والفونيا 8 هيبقى المدى بتاعي او الراديوس 12.5 متر. وهنلاقي كل فونيا مع زيادة رقم الفونيا بالتدريج التصرفات بتاعتي بتزيد بالتدريج. كمان الرشاش الروتور او البي جي بي معدل التساقط بتاعه قليل، فبالتالي بياخد زمن ري اعلى، وعندي كمان الفلو بتاعي عالي، فبيبقى غير مناسب مع المناطق اللي بيبقى فيها مصدر المياه الفلو بتاعه قليل والضغوط بتاعته قليلة، لانه هو بيحتاج تصرف عالي، وفي نفس الوقت بيحتاج ضغوط عالية. طبعا لو بصينا في الكتالوج هنا هنلاقي اصدارات كتيرة جدا، وكل اصدار منهم ليه مميزات اقدر استغل فيها الفواني دي. لو اتحركت هنا كده هلاقي مثلا الاي 20 هتلاقيه بيدي مدى اكبر من البي جي بي. في اصدارات تاني زي ما احنا شايفين في الكتالوج، يا ريت تحملوا الكتالوج وتبتدوا تبصوا على كل المنتجات الموجودة، سواء في شركة هانتر او ما يوازيها في شركة ريمبيرد.
اعتقد ان احنا كده قدمنا صورة عامة عن انواع الرشاشات المستخدمة في اللاندسكيب. ولو عرفت تقرا الكتالوج هنا هتعرف تقرا اي كتالوج تاني في الشركات المناظرة. الفكرة كلها واحدة والتفاصيل كلها واحدة. واتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم ووصل الفكرة والغرض منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.